ما عيتش مني. يبقى قالوا لك جايب واحد ارسل واحد وزدت عم تسجل لي. انا ضحكت عليك انت. انا مستنسيه في العاده هذا في الغرب يا ورسيدي. شنو ورسيدي معناها؟ شنو معناها ورسيدي؟ ها؟ شنو معناها؟ بلاش قياده، بلاكش مسؤول، بلاكش كاتب عام بلاك كاتب عام جاي. سيدي حتى عضو عدد 13 هذا هو انا وستان. اما اذا كانك مشيت مع النهضه راك ماكش سيدي. كان ما مشيتش مع النهضه راك سيدي. هاي برشا ناس مشيت وقلبت ما سمعتش يقولوا. هذه ما ريتش على سمير الوافي يقولوا سيدي. ها شبيه سمير الوافي ما قالوش سيدي؟ ما هو انا وياه تحدينا في التلفزه وقلت لهم انا بعضنا في التجمع وهبطوها في الفيسبوك وهبطوا له التصوير اللي انا وياه اللي هو التجمع. شبيه؟ على خاطر يستدعى قيادات النهضه ويقول لهم انتم اللي تعذبتوا، انتم اللي عييتوا. احكي لنا كيف تعذبتوا، احكي لنا كيفاش عانيتوا، احكي لنا كي جاب حمل همامي قال له انت مسلم ولا؟ اول سؤال انت مسلم ولا؟ شبيه ما سالش قيادات النهضه اللي جابها وقال لهم انتم مشاركين في ضربات قتلان عساس في باب السويقه ولا لا؟ شبيه ما سالش برشا سؤالات بتاع علاش دخلتوا للحبس. بربي نتمنى سمير الوافي اللي ما يقولوش عليه جماعه النهضه اللي هو تجمعي مذهبيه يسالهم علاش دخلتوا للسجون. كتبتوا مقال، كتبتوا مسرحيه، عملتوا فيلم، عملتوا نقد، ما فماش عنف، علاش؟ على كل هذه حكايه راهو نحكي فيها على خاطرك. كل مره انا نتكلم ارسيدي يا سيدي انا قلاب وسقط مش راجل وكل شيء ورسيدي وشوف شنو وكا بوشيفي بدي شنيا وكا ريتو هذاكم الكل في العالم اما ضد النهضه. وانا تجمعي غلطت راه مش معناها كنت عرضت مع التجمع غلط، لاني عرضت وانا مقتنع اني عرضت. اما باهي نفرض سيدي كي كنت في التجمع غلطه تحب نزيد نغلط ونكون نهضاوي نغلط مرتين في حق الوطن. ما نغلطش انا مرتين في حق الوطن، غلطت مره اما ما نغلطش المره الثانيه. انا تو مع تونس مع المجتمع المدني مع الرجال وتقولوا اللي تقولوا انا ضد النهضه. وانتوما اذا كان فما شكون يهدروا في الدماء اهدرتوا دمي من اجل وطني، اهدرتوا دمي من اجل تونس، اهدرتوا دمي من اجل مجتمع مدني، مجتمع حلو، من اجل اسلام حلو. واذا كان فيكم واحد يتحدث او في الغربي يقول اني مانيش مسلم واني ما نؤمنش بالله ورسوله وانا نصوم رمضان بالحق وانا نحب الناس بالحق، على كل فك علينا سيدي نطلب من اليسار التونسي، نطلب من كل الاحزاب السياسيه خليوا الحكومه تخدم. على طرف بصل اللي صاير في الدموع في العينين تتكلموا، على طرف فلفل يجعكم في المعده تتكلم، طرف راهو اللحم يعمل كوليسترول يحشموا. اللحم راهو ماهوش بهيكم وحكومتنا تعال شويه بطاله قداش 800,000 ايش بيه كي توصلوا 1,500,000 بطال بقدره الله نضربكم. والناس تتكلم على سي بوشلاك السيد وزير الخارجيه، السيد وزير الخارجيه وما ندريش بوشلاك القفاء قانون ولا يقول 500 كيلومتر الساحل التونسي ولا شنو. هي 900 تبيعوا ما علمناش تبيعوا 900 مشاو للخليج مشاو يودي الراجل صحيح قال 500 راهو صحيح مش بيكم كبشتوا فيه هو يعرف ال 900 وين مشاو ما نعرفش ال 900 على كل ما نعرفش وين مشاو. يا سيدي خليونا وخليو حكومتنا الحلوه تخدم وخليو تونسنا ما حلاش منها وبالله راهي تونس حلوه. خليوها الحكومه ان شاء الله تبقى 3 سنين. اسيدي الحكومه ذي شبات قراها تقعد 5 سنين. شبيكم مقلقين رواحكم؟ شبيكم يا تواسه؟ وبربي يقلم صديقي ورفيقي كان في الفيسبوك برك راهو جلال بريك قال له يا جلال محلاك اما اولادي يتفرجوا عاد فيه. هاي جلال كي جيت تتكلم قلت توفيق خويا توفيق خويا ولا توفيق ولا توفيق ولا توفيق نقص كلمات مش تقصي كلها كي تنقصي كل نصتين مالك يقوم الصباح ونلقى لك مراش. والتحيه اليوم ما حكيتش برشا
ما نحبش نحكي برشا لاني ما عنديش امل باش نكون في المسلسلات التونسيه تويكا باش نخدم ناس ما عندهم حتى علاقه في مواقف ودنيا. فما تلافز كي تشوفها تحكي على المواقف تقول خلات الدنيا وهي سي با فري. اذا كانك راجل بالحق وتتكلم بالحق يقول لك فك عليا مشاكل كبيره. اما فما قنوات يقولوا عليها في برشا كلام، اما هي بالاساس تحترم الفنان التونسي وتحترم حريه التعبير. اذا ان شاء الله تشوفوني في رمضان، ان شاء الله ما تشوفونيش، واذا كان ما شفتونيش في رمضان اكيد سفيان هنا كل يوم نصب لكم سكتش مع الاذان، واللي ما خدمنيش نقطع له لحم.